مساء الخير مشاهدينا، وحلقة جديدة وشنطة سفر ولقاء متجدد كل يوم اتنين الساعة 6. زي ما تعودنا دايما مع حضراتكم، في كل مرة بناخدكم نطير زي العصافير بعيد عن مصر، ونروح لدولة أو مدينة مشهورة جدا، نسأل كده بعض الأسئلة الثقافية الفنية الاقتصادية السياحية. أسئلة خفيفة لطيفة، نعمل ايه ريفريش كده أو إعادة تنشيط لمعلوماتنا. وبعد كده طبعا بنرجع طيران على مصر وبنكمل مسابقتنا وأسئلتنا عن أجمل بلد في الدنيا مصر. وطبعا كل ده بيحصل من خلال تواصل حضراتكم معانا من خلال رقم التليفون الأرضي اللي هنشوفه على الشاشة دلوقتي، وبننتظر طبعا اتصالات حضراتكم. النهاردة هنطير ونروح على فين؟ على تونس الخضراء. طبعا هي من دول شمال أفريقيا، ومن دول البحر الأبيض المتوسط، لأن ليها شاطئ على البحر الأبيض المتوسط زي مصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس طبعا. هنتكلم عنها وهنعرف ايه اجمل مناطق سياحية فيها، لان هي بتعتبر من اشهر الدول العربية سياحيا. مقوماتها، تاريخها، حاجات لطيفة جدا جدا. وطبعا بننتظر اتصالات حضراتكم، وحتى نلتقي معكم هاتفيا تعالوا نخرج لفاصل سريع. مخرجنا وائل حسن ياخدنا في جولة سياحية لطيفة جدا في تونس، ونرجع تاني على قناة القاهرة وشنطة سفر. يلا بينا. الله، حقيقي بلد جميلة جدا ومريحة للأعصاب بهدوءها ومناظرها الطبيعية. والشعب التونسي على فكرة من الشعوب الشقيقة الصديقة اللي بتحب الشعب المصري جدا. ولما بيروح المصريين يزوروا تونس بيرحبوا بيهم بشكل غير عادي، وهم من الشعوب المضيافة، الشعوب المسالمة الجميلة جدا جدا. طبعا تونس يمكن مش دولة صناعية كبيرة، هي بتعتمد على أكبر مصدر دخل ليها وهو السياحة، لأن الحقيقة عندها مزارات سياحية جميلة جدا سواء أثرية أو طبيعية. معانا طيب أول صديقة بتتصل بينا النهاردة، إيمان. أهلا بيكي يا إيمان. ألو. الو، السلام عليكم. أهلا، عليكم السلام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ازيك يا استاذه ايمان؟ عزيز يا حبيبتي ازيك، عامله ايه؟ ازيك يا استاذه عبير؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تحياتنا لاسره البرنامج القناه الثالثه
المعدين ومخرجين البرنامج، ودايما يا رب كده ربنا يوفقكم بالنجاح ان شاء الله اللي برامجكم دايما، وكنت بتقدم لنا كل حاجه جميله في التلفزيون والله. ميرسي يا ايمان. واشكرك على البرامج الجميله كلها. ميرسي بدعمكم وتواصلكم الحقيقة. دايما يعني بنقدم أحلى ما عندنا زي ما بنقول. إيه رأيك النهاردة مسابقتنا عن تونس؟ نبدأ معاكي أول سؤال، إيه رأيك؟ يلا بينا نشوف أول سؤال لصديقتنا ان شاء إيمان. الله ان شاء الله. يلا أنت شطورة يا إيمان، ما شاء الله عليكي، اتطورتي كتير. يلا نشوف. سؤالك سهل قوي، بيقول ما هي عاصمة تونس؟ سوسة، صفاقس، تونس، القيروان. ها، سؤال سهل جدا. طيب ممكن تعزفي لي اجابتين من السؤال يعني؟ نعم، السؤال سهل قوي يا ايمان على فكرة لو ركزتي. يعني بصي. ها، نعم. عاصمة تونس ايه؟ سوسة، صفاقس، طب انا تونس. بقى محتاجه بين رقم 1 وبين رقم 3. طب اختاري يلا بسرعة. رقم 1. اختاري واحدة كده، 1 ولا 3؟ لا انا محتاجه بين 1 وبين 3. طيب يلا. هي برضه كانت فيها تونس، عاصمتها تونس. هو سهل 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 سهل، مفيش اسهل من كده، معرفش اقول لك ايه تاني بقى. ها، يلا يا ايمان عشان وقت. رقم 3. طب نشوف كده اختيارك صح ولا غلط، نشوف الكمبيوتر خليها هيقول. رقم 1، خليها رقم 1. اوبا، صح رقم 3. بترجعي في كلامك أيوة، ليه؟ 3. التردد مش حلو. فعلا تونس هي عاصمة تونس، برافو عليك انت كده، يعني عديتي في لمحة من الزمن. طيب كده ايمان اجتازت السؤال الاول، والسؤال الثاني بيقول ما هي اللغة الرسمية في تونس؟ اللغة الرسمية ايه؟ الفرنسية، العربية، الامازيغية، الايطالية. اسئلتك كلها سهلة على فكرة. انا اعتقد هي عربيه، هي رقم 2 طبعا. نعم، رقم 2. العربية. اخترتي العربية؟ طبعا العربية، اخترتي العربية. اه. طب نشوف حلقة الكمبيوتر هيقول. أيوة. برافو ولا مش برافو؟ مش انا اللي هقول، الكمبيوتر هو اللي هيقول. يلا نشوف الكمبيوتر هيقول اجابة صديقتنا ايمان صح ولا غلط. ولا برافو، برافو كده، فعلا اللغة العربية هي اللغة الرسمية لتونس. تمام. السؤال اللي بعده بقى، ما هو أعلى جبل في تونس؟ السؤال ده صعب شوية. ما هو أعلى جبل في تونس؟ جبل الشعنبي، ولا جبل خمير، ولا جبل الأوراس، ولا جبل زغوان؟ كل الأسماء كلها عاملة كده في بعضها، أسماء تونسية. سؤالين من الإجابة، احذفي سؤالين. أعلى جبل في تونس إيه؟ جبل الشعنبي، ولا جبل خمير، ولا جبل الأوراس، ولا جبل زغوان؟ طب معلش ممكن لو سمحتي لي يا أستاذ عبير تحذفي من سؤالين من الإجابة عشان أنا كنت عارفة إن أنت هتقولي كده يا إيمان. الإجابة. مش عايزاكي تاخدي على كده، مش كل حلقة بقى نقعد نشيل في إجابتين ونخلي إجابتين، عايزاكي تعتمدي على نفسك شوية. ينفع يا أستاذ وائل نشيل لها إجابتين؟ الإجابة؟ إيه؟ أستاذ أحمد ينفع نشيل لها إجابتين ولا إيه؟ لا. هنشيل لك، قالوا ماشي نشيل لك إجابتين لأن فعلا الأسماء بام بام. طيب خلينا في 1 أو 3، بس مش هقدر طبعا أساعدك أكتر من كده، يعني هنحذف 2 و4، خلينا في 1 أو 3. يلا اختاري 1 ولا 3 يا إيمان؟ يعني أنت شلت 4 ورقم 3؟ شلنا 2 و4، خلينا دلوقتي هنختار 1 أو 3. شلت 2. طب خلاص هنقول رقم 3. الاختيار في رقم 3.
انا ماليش ولا رقم دعوه، واحد؟ انا ماليش انا دعوه. محتاره بين ما واحد وبين ثلاثه. تسالينيش ما تسالينيش. طب خليها رقم واحد، رقم واحد. رقم واحد. طب نشوف. طب خلاص خليها رقم واحد، رقم طيب واحد. برافو، رقم واحد فعلا هو جبل الشعانبي، هو أعلى جبل في تونس. برافو، يبقى أنت كده جاوبتي على 3 أسئلة. ويلا على السؤال الرابع، بيقول: ما هو تاريخ إعلان الجمهورية التونسية؟ سنة 1957 ولا 1965 ولا 1970 ولا 1980؟ اختاري بقى، 1 ولا 2 ولا هي 3 تقريبا ولا 4؟ 1965 يا اما 1970، واحده منهم. يا 1965 يا 1970، حاجه واحده من الاثنين يعني اهو. أنا هسكت مش هتكلم. يلا شجعيني بقى معاك. هسكت مش هتكلم. طيب لو أنا قلت لك الإجابتين غلط هتلحقي نفسك ولا لأ؟ ها؟ يبقى خلاص من 1957. رقم واحد، رقم 1957 واحد. اللي هي نمرة 1. طب نشوف كده. برافو، 1957، ودي طبعا إجابة منطقية جدا أنا كنت جدا. محتاجة أصلا. شوف عمالين نزق فيكي يا إيمان، عمالين نزق فيكي عشان تجاوبي صح. ماشي، عشان انت صديقتنا الدائمة. برافو. وآخر سؤال لإيمان وهو السؤال الخامس، بيقول: ما هي العملة الرسمية في تونس؟ هل هي الجنيه، الدينار، الدرهم، اليورو؟ العملة الرسمية عندهم ايه في تونس؟ الجنيه ولا الدينار ولا الدرهم ولا اليورو؟ ايه؟ بتقولي ايه؟ مش سامعاكي. هيا ايمان. رقم 2 اللي جابها؟ الدينار ولا رقم 1؟ ها مستنياني اجاوب؟ انا محتاره بين واحد وبين الاثنين. محتاره بين 1 و2؟ بصي انا يعني مش هقدر اساعد بقى، انا ساعدتك. اسمها درهم؟ ساعدتك كتير، مش هقدر اساعد انا في السؤال ده. بس ننجز بقى عشان الاذان دلوقتي هيدخل علينا. عايزين نجاوب قبل ما الاذان يجي. يلا. طب نقول، بصي نقول رقم 1. هات رقم 1. طب كده الجنيه اللي جاب رقم 1. الجنيه. ايوه. ولا رقم 2؟ هنشوف كده الكمبيوتر هيقول ايه. طيب غلط يا ايمان، غلط يا جميله. طيب عموما هنقول لك باي مؤقتا، واتصلي بينا تاني. هستناك يا ايمان نكمل مسابقاتنا. هو الاجابه سهله جدا لما نفكر كده ونركز بهدوء. طيب هنخرج لرفع اذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، ونرجع نكمل مع حضراتكم شنطه سفر.
أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعانا صديقتنا هبة تاني متصلة في شنطة سفر. أهلا يا هبة. ألو. الو. أهلا يا هبة، ازاي؟ حضرتك الحمد لله يا حبيبتي. يلا نبدأ مسابقتنا. أنا مش عايزة أضيع وقت كتير علشان إيه، وقت برنامجنا دايما بيخلص بسرعة. جاهزة معانا النهاردة أسئلتنا عن دولة تونس، إيه رأيك؟ جاهزة. يلا السؤال سهل قوي، بيقول ما هي العملة الرسمية في تونس؟ هل هي الجنيه، الدينار، الدرهم، اليورو؟ هيا هبة، 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ يلا عشان وقتنا. أنا شاكة في 4. اليورو. اليورو. أنا شاكة في رقم 4. ده مستحيل اصلا، اليورو ده مستحيل. اليورو ده في حتة تانية، في قارة تانية اصلا. اليورو ده في قارة تانية. طب رقم 3. الدرهم. رقم 3. طب كم في المية متأكدة من الإجابة دي؟ اه. كم في المية؟
100%. برافو برافو، الدرهم فعلا هو العملة الرسمية في تونس. برافو، ده أول سؤال لصديقتنا هبة. يلا برافو، بيسقفولك اهم، بيسقفولك. يلا السؤال الثاني الهبة بيقول: ما هي الدولة التي تحد تونس من الغرب؟ من الغرب، ليبيا ولا الجزائر ولا المغرب ولا مصر؟ نفتكر كده ايه حصة الجغرافيا وخريطة افريقيا وخريطة دول شمال افريقيا. مصر، ليبيا، ها، تونس، الجزائر، ها، المغرب. يلا يا هبة، الدولة اللي بتحد محترمة تونس بين 1 من و2. الجزائر. الجزائر، الجزائر مش اختيارك؟ عارفة بصراحة. اختيارك الجزائر. نشوف كده. برافو، الجزائر فعلا هي 2. الدولة اللي بتحد تونس من الغرب. برافو عليكي يا هبة، بيرفكت. يلا السؤال اللي بعده بيقول: ما هي الدولة التي تحد تونس من الجنوب الشرقي بقى؟ من الجنوب، ليبيا ولا الجزائر ولا المغرب ولا السودان؟ من الجنوب الشرقي بقى، مش الغربي، ركزي. من الجنوب الشرقي. ايه الدولة الملاصقة ليها؟ رقم 1. ليبيا. انت شطورة في الجغرافيا يا هبة ولا انت كده بتاخديها يعني بختك يا ابو بخيت زي ما بنقول؟ لا أنا شاطرة. شاطرة، برافو، شاطرة فعلا، شاطرة فعلا. ليبيا هي الدولة التي تحد تونس من الجنوب الشرقي. وكده صديقتنا اجتازت 3 أسئلة. وعلى السؤال الرابع بيقول: من أسس مدينة قرطاج حسب الأسطورة؟ الملك عليسة، الإسكندر الأكبر، يوليوس قيصر، هانيبال؟ السؤال ده صعب شوية أنا عارفة. طبعا قرطاج تعتبر أقدم مدينة في تونس، يعني مدينة تاريخية وعاش فيها حضارات كتيرة جدا كانت عايشة في تونس. بس مين اللي أسس المدينة دي قرطاج؟ الملك عليسة ولا الإسكندر الأكبر ولا يوليوس قيصر ولا هانيبال؟ بصي اسهلها لك شويه يا هبه لان فعلا السؤال ده صعب. خلينا في نقول 1 رقم أو 2. 2. خلينا في 1 أو 2 يبقى 2. هنلغي 3 و4 لان السؤال ده فعلا أيوة صعب خلينا في 1 وهياخد أو وقت. 2. خلينا بقى في 1 أو 2. نركز ونركز كويس قوي، يعني جات لنا فرصه ان احنا نحذف اجابتين ونبقي اجابتين، فنركز بقى في الاجابتين اللي فاضلين عشان يطلعوا صح، عشان تطلع الاجابه صح. يلا. طب رقم 1. الملكة عليسة. نشوف كده اجابتك صح ولا. برافو عليك، الملكة عليسة فعلا هي من اسست مدينة. بحب قوي التشجيع ده، بيرفع المعنويات. برافو يا هبة. كده معانا هبة عدت من 4 أسئلة، جاوبت على 4 أسئلة ودخلنا على السؤال الخامس اللي بيقول. اتفضل سؤال. السؤال الخامس بقى بيقول: ما هو أكبر نهر في تونس؟ أكبر نهر إيه؟ النيل، وادي مجردة، وادي درعا، وادي قفصة؟ رقم 4. وادي قفصة. أنا بقولك لأ علشان فاضل 3 إجابات تختاري منهم واحدة،
انا مش بعتبر بغششك. وبعدين خلي بالك لو جاوبتي على السؤال ده صح هنهدي لك اغنيه جميله جدا مكافاه ليكي. اللي بيشجعوا جنبك دول ما مش بيساعدوكي ليه؟ اللي عاملين يسقفوا لك هي هي 3. مش بي ها. طب بصي يلا عشان ده اخر سؤال ليكي بقى رقم عشان نديكي 3. الاغنيه عشان يلا. انتي شطوره النهارده. هنشيل 3 و4 وخلينا في 1 و2 يبقى ايه؟ يعني الإجابة 1 أو 2. يلا. يبقى 2. وادي مجردة. برافو عليكي وادي مجردة يا هبة. برافو برافو برافو. كده انت جاوبتي على ال5 أسئلة 5 وخميسة. برافو عليكي. هنهديلك الأغنية الجميلة دي. أسرة البرنامج بتهديلك الأغنية دي وهنقفل معاكي. ولو حابة تكملي معانا مسابقتنا ارجعي اتصلي تاني وتكملي معانا مسابقتنا. باي باي. تعلي الذوق بذوقك العلي العلي، هيا واخدنا لفوق حلاوتك يلي ببالي يلي ببالي. انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك، هلت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغزلوا فيك. انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك، هلت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغزلوا فيك. ده لولا حوالينا الناس، ده لولا حوالينا الناس، ده لولا حوالينا الناس، ده لولا حوالينا الناس هتتباس يعني هتتباس. دوقني شهدك ادوق، ده انا هنيه ليه هنيه ليه، اصلي ما فيش مخلوق يجراله اللي بيجرى ليه اللي بيجرى ليه. دوقني شهدك ادوق، ده انا هنيه ليه هنيه ليه، اصلي ما فيش مخلوق يجراله اللي بيجرى ليه اللي بيجرى ليه. انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليه، قلت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغزلوا فيه. انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليه، هلت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغزلوا فيك. ده لولا حوالينا الناس، ده لولا حوالينا الناس، ده لولا حوالينا الناس، لولا حوالينا الناس هتتباس يعني هتتباس. الحقيقة عشان وقت برنامجنا طبعا والمفروض ان احنا بنستكمل باقي مسابقتنا على ارض مصر. قبل ما نغادر تونس ونرجع لبلد المحبوب مصر، انا عايزة اقول ان تونس الحقيقة من الدول العريقة اللي ليها تاريخ وعاش على ارضها حضارات كتيرة جدا زي البربر والفينيقيين والرومان والعرب. من أهم منتجاتها على فكرة زيت الزيتون والصناعات الخفيفة، وبتعتمد بشكل كبير جدا على السياحة وعلى وجه التحديد سياحة الاستشفاء أو السياحة العلاجية. فيها نالت استقلالها سنة 1956 وتحررت من الاستعمار الفرنسي على يد الرئيس بورقيبة. كده شوية معلومات خفيفة كده عن تونس. ويلا نرجع على مصر. وأول سؤال معانا صديقتنا إيمان مرة تانية. أهلا بيكي يا إيمان. أهلا يا إيمان. مساء الورد والعبير يا أستاذة عبير. مساء الورد والفل والياسمين.
بص يا حبيبي، يلا بقى احنا رجعنا مصر دلوقتي، نبدأ أسئلتنا عن مصر. جاهزة؟ انت دايما جاهزة يا إيمان الحقيقة. سؤالنا بيقول ان شاء الله. يوجد مسجد أحمد ابن طولون في حي إيه؟ الجمالية، السيدة زينب، القلعة، شبرا. سهلة قوي على فكرة. يعني نقدر نقول السيدة زينب. السيدة زينب. نشوف كده إجابتك صحيحة ولا لا. أنت متأكدة كام في المية؟ نشوف كده السيدة زينب ولا لأ، زي ما اختارت صديقتنا إيمان. السيدة زينب فعلا بيوجد مسجد أحمد ابن طولون، وهو مؤسس الدولة الطولونية طبعا في حي السيدة زينب. جميل. طيب نشوف السؤال اللي بعده الاقتصادي. طلعت حرب من مواليد حي ايه؟ الجمالية ولا شبرا ولا السيدة زينب ولا الحلمية؟ الاقتصادي طلعت حرب من مواليد حي الجمالية ولا شبرا ولا السيدة زينب ولا الحلمية؟ هيا إيمان. يعني انا اقدر اقول لك مثلا واحد الاجابه بحي الجماليه، او حي ممكن يكون الجمالية؟ في السيده زينب في الاجابتين دول. يعني واحده من الاثنين، واحد يا رقم 3 في الاجابه. طب اختاري إجابة. هما فيهم واحدة رقم صح. واحد؟ فيهم واحدة صح. اخترتي واحد. طب نشوف كده الكمبيوتر يبقى هيقول رقم واحد 3. ولا لأ. هي اختارت واحد دلوقتي، حي الجمالية. نشوف كده الكمبيوتر هيقول اوكي ولا مش اوكي على حي الجمالية. إجابة صحيحة فعلا يا إيمان، حي الجمالية، وده الحي اللي اتولد فيه الاقتصاد الكبير طبعا طلعت حرب. والسؤال الثالث، سيوة الجميلة منطقة فين؟ في الصحراء الشرقية ولا بحر الرمال ولا الصحراء الغربية ولا صحراء دهشور؟ ده برضو سهل جدا جدا. سيوة في الصحراء الشرقية ولا؟ أنا أعتقد هي بحر رمية أو بيكون الصحراء الغربية. رقم 3 الإجابة. رقم 3. نشوف كده الكمبيوتر هيختار رقم 3 كإجابة صحيحة ولا إجابة خاطئة، وهو المكان اللي بتقع فيه واحة سيوة. نشوف حالا. برافو يا إيمان، في الصحراء الغربية، برافو عليكي. والسؤال اللي بعده بيقول يقع الجبل الأصفر بمحافظة إيه؟ الدقهلية ولا القليوبية ولا الشرقية ولا القاهرة؟ على فكرة السؤال ده اتكرر معانا في حلقات سابقة، يعني مش جديد، يعني اللي متابعين شنطة سفر هيعرفوا إجابته على طول. إيه؟ بيقع فين الجبل الأصفر؟ في محافظة الدقهلية من الإجابة ولا القليوبية ولا الشرقية عايزة إيه؟ قوليلي نفسك في إيه؟ قوليلي يا إيمان بتقولي إيه؟ طيب نقدر نقول رقم 2 القليوبية. القليوبية. نشوف كده الكمبيوتر هيقول صح ولا غلط. هي اختارت القليوبية رقم 2. نشوف حالا. تاتش وود لحسن احسدك. برافو يا ايمان فعلا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. كده 4 اسئله. الخامس بقى، ندخل على الخامس. بيقول ايه؟ يرجع تاريخ انشاء مدينه الاسماعيليه الى العصر ايه؟ الاسلامي ولا الروماني ولا اليوناني ولا ما قبل الاسرات؟ على فكره الاسماعيليه دي مدينه قديمه جدا، يمكن ناس كتير ما تعرفش المعلومة دي، من المدن القديمة جدا. رقم 1 الإسلامي. إيه؟ مدينة قديمة. هو رقم 1 الإجابة في رقم 1 الإسلام.
بقول لك مدينة قديمة، بتقولي لي الإسلامي. ها، تاريخ إنشائها إمتى؟ كان في العصر الإسلامي ولا الروماني ولا اليوناني ولا الأسرات؟ مش هشجعك بعد كده إيمان، لأني لما بشجعك بتغلطي بقى، تبتدي تغلطي كمان، خط قطع. طيب اتصلي بينا تاني بقى عشان تكملي السؤال الخامس. الحقيقة رغم ان احنا مصريين وعايشين في مصر، ومصر بتعتبر من اجمل دول العالم، مش منزلين رقم التليفون ليه يا شباب على الشاشة عشان الاصدقاء يتصلوا. طب معانا صديقنا الدائم فتح الله، اهلا بيك يا فتح الله. اهلا بحضرتك. فينك من اول الحلقة؟ فينك؟ ها؟ كنت بتابع يعني. طيب ماشي، كنت يلا بتابع. مش هنضيع وقتك، انت على طول زي القطر، وندخل على اول سؤال بالنسبة لك، وبيقول يرجع تاريخ انشاء مدينة الاسماعيلية الى العصر الايه؟ الاسلامي ولا الروماني ولا اليوناني ولا ما قبل الاسرات؟ ها؟ ان شاء الله قبل الاسرات. ما قبل الاسرات. متأكد؟ طب نشوف كده اجابة صديقنا صح ولا غلط؟ اصل السؤال ده في حلقه قبل كده. نعم؟ نشوف السؤال حالا. اتكرر في حلقه قبل كده على فكره. طب نشوف في البرنامج يعني. ايه مش سامعاك. طيب نشوف كده الكمبيوتر. السؤال اتكرر في البرنامج. طيب اوكي، والله مش سامعاك بس ماشي اوكي. يلا ما قبل الاسرات، برافو عليك برافو عليك. يلا ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول طريق الكباش الاثري بيربط بين معبدي ايه؟ الاقصر والكرنك ولا الاقصر وفيلة ولا حتشبسوت والكرنك ولا الوادي وفيلة؟ طريق الكباش بيربط بين معبدين، انو معبدين فيهم؟ ممكن يربط بين الاقصر والكرنك. الاقصر والكرنك. متأكد كام في المية؟ يعني ده يعني 50% كده. انت مش في الفورمة يا برافو عليك. شوف انا كنت عايزه الخبطك بس انت ما شاء الله عليك مركز. تمام، الاقصر والكرنك هو اللي بيربط بينهم طريق الكباش الاثري. وندخل على السؤال الثالث لصديقنا. مدينه فرسكور بتتبع محافظه ايه؟ الشرقيه، دمياط، الاسكندريه، القليوبيه؟ دمياط. دمياط فرسكور. دمياط. طب كم في المية؟ دمياط. كم في المية؟ كم في المية؟ 100%. 100%. طب نشوف كده إجابة صديقنا صح ولا غلط؟ الشرقية ولا دمياط ولا الإسكندرية ولا القليوبية؟ مدينة فرسكور في محافظة ايه؟ دمياط. برافو عليك، في محافظة دمياط. والسؤال اللي بعده بيقول يقع مسجد الأقمر في حي ايه؟ الجمالية، شبرا، السيدة زينب، العجوزة؟ مسجد الأقمر في الجمالية ولا شبرا ولا السيدة زينب ولا العجوزة؟ اعتقد ان هو في شبرا. لا، الجمالية. هنقول الجمالية. رقم واحد. نشوف كده رقم واحد صح ولا لا زي ما اختار صديقنا. الحي اللي بيقع فيه مسجد الأقمر صح، برافو عليك برافو عليك. كده ندخل على السؤال الخامس وبيقول تأسست حديقة حيوانات الجيزة
سنة كام؟ 1891 ميلادية، 1890 ميلادية، 1892 ميلادية، 1893 ميلادية. طبعا هي دلوقتي مغلقة لأن بيطوروا فيها وهيحولوها لحديقة حيوانات عالمية بمقاييس عالمية، وهتبقى من أجمل ممكن حدائق تكون الإجابة رقم العالم. واحد؟ إيه؟ بتقول إيه يا فتح الله؟ لا مش واحد، هنقول هو ما بين 1 و3. التردد مش حلو، والله التردد أحيانا بيبقى مش حلو. ممكن يكون رقم 3. بقول لك التردد مش حلو. قلنا ايه؟ اختار اجابه بسرعه. يبقى مش عارف، ممكن فين معلوماتك السريعه هقول رقم 2 المتألقه المتوهجه فيك ايه؟ ده انت كنت الالفا بتاع البرنامج. اصل الارقام مش بعرفها قوي. طيب انت متوقع ايه؟ متوقع هي يعني هي ما بين 1 و2 الاكتر هو يعني. اجابه منهم صح. الاكتر يعني. بص اجابه منهم صح، 1 أو 2. اختار بقى، يعني هنحذف كده 2 و4، يعني 2 و4 هنستبعدهم. 1 بس. 1. طب نشوف كده الكمبيوتر. برافو عليك. 1 كده انت اجتزت ال5 اسئله يا فتح الله، واسره البرنامج بتهدي لك اغنيه. عايز تهديها لمين؟ ملحقش. طب احنا بنهدي لك الاغنيه دي، يلا نسمع مع بعض. يا حبيبي. قول لي اعمل ايه حبيبي؟ يا حبيبي. يا قول لي اعمل ايه؟ سهروني الليل عيونك وانت تميل، دوقوني الويل عيونك صبري قلبي قليل. سهروني الليل عيونك وانت تميل، يا غالي دوقوني الويل عيونك صبري قلبي قليل. يا غالي قول لي اعمل ايه وانت ترضى بايه؟ وغلبت اناديك احايل فيك نهار وليل. حبيبي قول لي اعمل ايه حبيبي؟ يشغلني هواك وتعبني معاك، مهما تحيرني تسهرني ما اقدرش انساك. سهران بناديك وبفكر فيك، لو يوم تطوعني وتسمعني هفضل وياك. مهما تحيرني تسهرني ما اقدرش انساك. لو يوم تطوعني وتسمعني هفضل وياك. سهروني الليل عيونك وانت تميل، يا غالي دوقوني الويل عيونك صبر قلبي قليل. يا
هترضى بإيه؟ وغلبت أناديك وحايل فيك نهار وليل. حبيبي قول لي أعمل إيه؟ زي ما بيقولوا دايما الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة، لكن دايما أوقاتنا حلوة وجميلة مع حضراتكم. كده انتهى وقت حلقتنا، لكن لسه لم تنتهي مسابقاتنا وأسئلتنا ومعلوماتنا وتواصلنا الجميل مع حضراتكم. هنقابلكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم في نفس الموعد 6 مساء الساعة 6 إن شاء الله، ومعانا مسابقة جديدة وتواصل جميل مع حضراتكم من خلال اتصالاتكم التليفونية وتفاعلكم اللي بيسعدنا جدا جدا. هقول لكم باي باي، وقبل ما اقول لكم باي باي بأرسل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج، أسرة الإخراج وائل حسن وأحمد حسني، وبأرسل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج وزملائنا في استوديو 7 على الهواء، ولكم مني دائما وأبدا أرق تحياتي عبير محمود. إلى اللقاء، باي باي.